السلام عليكم اعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله كيكه خفيفه وسهله بالفواكه المعسله والزبيب والمنظر برقائق اللوز. كنتمنى تعجبكم. شاهدوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نبدا على بركه الله بمقادير الكيكه. نحتاج كرز اخضر واحمر معسل على حوالي 100 غرام، 3 بيضات، ملعقتان كبيرتان من مربى المشمش. نحتاج قشر ليمونه حامضه وقليل من الملح، 60 غرام من الزبيب، 150 غرام من السكر سنيده، كاس العنبه من الزيت ما يعادل 150 ملل من الزيت، كاس من الليمون ما يعادل 150 ملل. نحتاج 400 غرام من الدقيق خاص بالحلويات ما يعادل 3 فؤوس من العنبه وملعقه واحده، 3 خمارات ما يعادل 24 غرام من الخميره الكيماويه. نبدا اولا بوضع الزبيب المعصور، نضع عليه البرتقال ونتركه مده 5 دقائق. الان سنقوم بتقطيع حبه الكرز. انا ساقطع على انصاف حسب ما تريدون. نبدا اولا بالبيض، 3 بيضات، ملح، قليل من الملح، قشر ليمون الحامض، السكر. نحرك الكل حتى تذوب حبيبات السكر. الآن نضع الزيت، كأس من الزيت، والمشمش، ملعقتان كبيرتان من المشمش أو مربى المشمش. نحرك. بالنسبة للمربى فهو يعطي طراوة للكيك. أي نوع من الكيك أنصحكم بإضافة دائما ملعقة أو ملعقتين من المربى إلى الكيك. الآن سنضيف البرتقال مع الزبيب والفواكه المعسلة أو الكرز، نخلط قليلا. الآن سنضيف الدقيق، خميرة كيماوية، 3 من الخميرة الكيماوية، نقوم بنخل الدقيق والخميرة الكيماوية بهذا الشكل. الآن نحرك الكل بهذا الشكل. هذا هو قوام الكيك. بعد انتهينا على هذا الشكل ديال الكثافة. الآن نحتاج إلى مول مستطيل نقوم بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق ونصب فيه الخليط بهذا الشكل. الآن نقوم بتحريك الكيك للحصول على قوام مستوي ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة تقريبا مدة طهي 45 دقيقة إلى 50 دقيقة. بعد أن نضجت الكيك نحتاج للتزيين، نحتاج رقائق اللوز محمرة قليلا في الفرن، ونحتاج مربى المشمش. نقوم الآن بدهن الكيك على هذا الشكل، طريقة تقليدية. ونضع رقائق اللوز على هذا الشكل. وهذا هو شكل الكيك بعد ان انتهينا. اتمنى ان تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبكم فيديو ديالنا اليوم ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، تابوناو في القناه وشاركوا الصفحه ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.